السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بسعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. وحشتوني جدًا جدًا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنعمل مع بعض النهارده وصفة لذيذة جدًا وسهلة وإن شاء الله هتنبسطوا بيها. هنعمل رز بلبن مع بعضينا. عندي كوباية رز مصري، هنضيف عليها 4 كوبايات مَيّة. أول المَيّة ما تغلي هاهدّي النار خالص لحد الرزاية ما تستوي معايا وتمسكيها كده مستوية جدًا في إيديكِ إيه، يعني مستوية على الآخر يعني. بس هاضيف عليها 2 لتر حليب، يعني 2 كيلو لبن. لبن هنا عندي جاموسي كامل الدسم، أنا كان عندي كيلو في الفريزر وكيلو اشتريته عليه يعني. هاضيفه وبعد ما يغلي معايا اللبن زي ما أنتم شايفين، هاهدّي النار خالص لمدة ربع ساعة. أنا عايزة الربع ساعة دي الرز يشرب من اللبن، لمدة ربع ساعة إيه، على نار هادية كده الرزاية تشرب من اللبن. معايا نُص كوباية لبن، هاضيف عليها 3 معالق كبار نشا ممسوحين، ومعلقة كريم شانتيه. هادوّبهم كويس جدًا، جدًا، وهاضيفهم على إيه، على الرز بلبن اللي على النار. وهاضيف عليهم كوباية ونُص سكر، السكر هنا حسب الرغبة، بس أنا معايا كوباية ونُص سكر مضبوطة، ولا السكر عالي ولا السكر إيه، دلع، يعني مضبوطة. بس أنتِ طبعًا إيه، السكر يرجع لِك أنتِ يعني، ده حسب إيه، الرغبة يعني حسب الذوق. طبعًا بعد ما حطيت السكر والكريم شانتيه والنشا يعني، هاقلبه تقليبة كويسة جدًا، وهاسيبه طبعًا إيه لحد ما يغلي معايا. لازم يغلي كويس جدًا عشان إيه، أضمن النشا استوت. لازم النشا تغلي كويس جدًا في الحليب، عشان ما ادوقش طعم النشا في الرز بلبن يعني. بس كده وصفة سهلة وجميلة جدًا. بعد الخطوة اللي إحنا عملناها دي ويغلي معانا، هاطفي النار وهاضيف 3 معالق كبار قشطة بلدي يعني. يا إما شايلاها أنتِ من وش اللبن وشايلاها في الفريزر، يا إما تشتريها، يا إما تضيفي كريمة لباني. ولو ما عندكيش ولا ده ولا ده خلاص كفاية اللبن، كده، كده اللبن عندنا دسم. بس الصراحة إضافة الكريمة اللباني أو القشطة بيدّي طعم أغنى وطعم أحلى طبعًا. ضِفت القشطة، وطبعًا وأنا طافية النار خالص، ما ينفعش القشطة تغلي مع اللبن، مش هتحسّي بطعم القشطة وإنها تكون كريمة معاكِ يعني. بس وهاضيف في الآخر خالص 3 أكياس فانيليا. الوصفة سهلة جدًا وبسيطة، وبس طعمها طبعًا حلو أوي، أوي في الصيف، بترطّب إيه، على قلبنا كده في الحَر اللي إحنا فيه. طبعًا بعد ما ضِفت الفانيليا هاغرفها طبعًا في الأطباق، وهاسيبها تبرد خالص في الأطباق يعني 3 ساعات معاكِ. لو أنتِ عايزة الوش مكرمش، أنا ما بتفرقش معايا الوش مكرمش. أنا بصراحة أهم حاجة عندي هو طبعًا كرمشت معايا وكل حاجة، بس أنا أهم حاجة عندي الطعم. ما بتفرقش معايا وشها مكرمش أو وشها مش مكرمش، أهم حاجة عندي الرز بلبن يكون طعمه مميز، طعمه غني. طبعًا أنتِ لو عايزة بقى زي ما باعمل كده، عايزة الوش مكرمش، هتغرفي الرز بلبن. طبعًا تقلّبي كل ما تغرفي كبشتين تقلّبي، علشان الرز اللي بيبقى مترصب تحت يبقى مع اللبن، يبقى كله قوام واحد. هاسيبه يبرد 3 ساعات، وبعد كده بstretch roll هاغطّي طبق، ولو عندِك أنتِ في أطباق بتبقى لها غطا أصلًا. بس كده، وبعد كده هاحطها في التلاجة برضك لمدة 3 ساعات، 4 ساعات، كل ما تقعد طبعًا بتسقع وبتبقى أحلى. أدي الوش مكرمش معاكِ أهوّة. طعم الرز بلبن خرافي، جميل أوي، أوي. اعمليه وإن شاء الله هتنبسطي بيه. وإن شاء الله أشوفكم في وصفة جديدة. مع ألف سلامة.